وده اللي قاله الله سبحانه وتعالى في الآية دي. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وأكيد ده الشهر أي إنسان مسلم بيستناه كل سنة، لأنه أعظم شهور السنة وصار تفضيل الله سبحانه وتعالى ليه. وطبعا ده بيكون فرصة عظيمة لأي حد عايز يبطل عادة سلبية ويقرب أكتر من ربه، عن طريق طبعا أول حاجة وهي الصيام طول الشهر، وكمان إنه يحاول قد ما يقدر إنه يصلي ويرجع يلتزم بالصلاة وينزل المسجد ويصلي، وكمان إنه يحاول إنه يقرأ القرآن وكمان يختمه. كل واحد بيعيش الشهر ده صديقي والأيام بتاعته بالطريقة والروتين اللي هو متعود عليها كل سنة. عشان كده جاي أقول لك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يومه ماشي إزاي في رمضان وكان بيعمل إيه فيه.